سر الخلطة عنده هو الجودة. مروان ما بيرضاش بأنصاف الحلول، سواء في الصورة، المزيكا، أو الجرافيكس. هو المخرج اللي قادر ينقلنا من المحلية للعالمية بلمسة سينمائية فيها سحر خاص. مروان من مدرسة بتقول إن السينما هي فن التفاصيل الصغيرة اللي بتصنع الأحلام الكبيرة. تخيل وهو عنده 18 سنة كان مساعد في فيلم لشريف عرفة. فاهم يعني إيه؟ ميزة مروان إنه مخرج نفسه طويل، بيغيب من 3 ل 4 سنين علشان يرجع بفيلم، وده بيحطه تحت ضغط رهيب، لأن الغياب ده مش معناه إن الاختيار لازم يكون بيرفكت. وده يخلينا نسأل السؤال المهم: هل مروان حصر نفسه في كتابات أحمد مراد؟ قوة مروان في بدايته كان تنوع في النصوص وقوة الدراما. يكفي فيلمه العظيم الإنساني إبراهيم الأبيض. فرسالة من محبين سينما مروان حامد: محتاجين تغيير مش أكتر. قولوا لي انتوا بقى بعد ما تعملوا الفولو، ايه اكتر شخصية في افلام مروان حامد معلقة معاكم ومش ناسينها؟